يا أخي فعلًا والله مهما الإنسان وصل في الدنيا، ما فيش أي حاجة بتبقى له إلا عمل كويس عمله كده في دنيته. اللي قدامك في الصورة ده طبعًا غني عن التعريف الفنان أحمد خليل رحمة الله عليه. له قصة وموقف عجيب جدًا. واحدة بتقول من حوالي 7 سنين قبل وفاة الأستاذ أحمد خليل، رفعت بوست على النت شاب يتيم. الشاب ده كان متفوق جدًا وجاب كلية الطب، وكان محتاج حد يسانده ويصرف عليه في الكلية دي. بتقول رفعت البوست وكتبت إن في شاب كذا كذا ومحتاج حد يتبناه ويقف جنبه. بتقول بعد ساعتين بالظبط استلمت اتصال من واحد اسمه احمد عبد الله، بيقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام، انا اسمي احمد عبد الله. انا شفت البوست بتاعك ومن النهارده الشاب ده زي ابن بالظبط، وكل مصاريفه ملزمه مني، وكل مصاريف جامعته ومصاريف معيشته انا اللي هصرف عليه. بتقول انا كنت فرحانه جدا واديته رقم الشاب. تاني يوم بقى لقيت الشاب ده جاي طاير من الفرحه. خير في ايه؟ قابلت الاستاذ احمد عبد الله. قال لها احمد عبد الله مين؟ ده انا قابلت الاستاذ احمد خليل الفنان. قالت له احمد خليل؟ قال لها ايوه، اتفقت معاه ان هيروح يقدم لي في كليه الطب، كل مصاريفي ملزمه منه، مصاريف الكليه ومصاريف الاكل والشرب، حتى لبسي ملزم بيه. بتقول اتصلت بالرقم اللي رن عليا، قلت له انت ليه ما قلتليش ان انت الاستاذ احمد خليل؟ قال لها انا عايز اعمل العمل ده يبقى خبيئه كده بيني وبين ربنا، لعله يعني يكون طريقي للجنه. وفعلا اتكفل الاستاذ احمد خليل بالطالب اليتيم ده لحد ما اتخرج من كليه الطب. رحم الله الفنان احمد خليل.